فيها مسؤولين، فيها رئيس ولايه محترم، فيها اجهزه سياديه في البلد. ولو راجل انت او غيرك قرب من بوابه النادي. النادي ده فيه اطفال وفيه سيدات، بدل ما انت عملت ايه اللي ادبك وتعالى احضر الجلسه معانا، مش كده؟ يعني انا جاي، انتوا شايفين جايب علبه 30 ورق، قررت 40 ومع ذلك جيت عشان انا يعني عايز اقف في قضيه مني انا شخصيا. انا قلت هتشوفوا فيديو هينزل بعد شويه عامله انا امبارح، القصه مش قصتي. هو انا بجيب بزود الجماهير وانقل الماتش من برج العرب لاستاد القاهره عشان تشتموا الناس؟ قول لي اللعيبه ايه الظروف اللي تلعب فيها دي؟ ايه الظروف؟ ايه ده؟ دول جمهور استحاله جمهور الزمالك كده. دول بقى هم ده كشفوا نفسهم، دي عصابه حسين لبيب، ده كده البيان اللي عامله حسين لبيب. طب يستخبى شويه. ده ليه معنى واحد، انك انت جزء من العصابه. تمام؟ البيان اللي بينزله زفت الدين وهربان كلهم يعني هم كلهم 15 واحد. تمام. وهتشوف البتاع. انا بقول للراجل فيهم ينزل الانتخابات تاني، عايزين ترجعوا الزمالك تاني 100 سنه اهو. ايه اللي صحيني النهارده بدري عشان اجي احضر الجلسه؟ عليك طلبت ان الجمهور ينزل بعد الماتش، ينزل قدام النادي. لا ما حصلش. زي ما بقول لك ممنوع الجمهور ينزل داخل الجلسه، بيحذر الجمهور ينزل. طب شفت ازاي يا سياده المستشار؟ مش جماهير الزمالك. انا لما فتحت النادي للجماهير بحذر من القتل والقلطه. هو طبعا جزء منهم محترم ومؤدب ومؤدب بصراحه. الجزء الثاني بقى بتاع سيد مشاغب هو اللي بيعمل الافلام دي كلها. تمام؟ يا ابني هو انا اللي حابس سيد مشاغب؟ سيد مشاغب اتحبس عشان ضرب ضابط على قبل 6 اكتوبر بالنار، ضرب شرطه. وانا اللي حابسه. سيد مشاغب محبوس علشان حرق البتاع بتاع استاد القاهره، ولع فيه. ده انا اللي نشدت الدوله، قلت لهم اذا كان سيد مشاغب ربنا هداه طلعوه. مفيش مشكله، لكن واضح ان هو اللي معاه لسه يعني. الحمد لله حجز الحكم اسبوع نضيف بعد اسبوع، واتمنى ان شاء الله في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي ان ولادنا يقدموا مباراه محترمه. وخلي بالك انت دلوقتي بتلعب ناقص يجي 7 فلوس. ايوه انت اتكلمت في الموضوع ده. وسجلته في نوفر الولاد يعني نشتمهم ولا نقف معاهم؟ نقف معاهم. انا زعلان من الولاد كتير فيهم طبعا، بس اذبحهم قبل الماتش والدوري شغال. وعندك مسافر ليبيا، وبعدين اللي عمالين يتكلموا عن ماتش ليبيا شباب بوليسداد. مش ده برضه الفريق اللي انتوا قعدتوا تقولوا كل الاعلام فريق جامد، 3 دوري ورا بعض، 9 منهم في منتخب المحليين، ده كله حصل. فريق جامد اهو. طب لما هو بقى يجيب 1-0 تاني، يجيب 1-0 بضربة جزاء مش صحيحة، وانا في نفس الوقت ليه ضربة جزاء صحيحة ما تحسبش. بدل ما تقول احنا وراكم. هو فريق الزمالك اتغلب اجوان ولا ضربة جزاء؟ ضربة جزاء مش صحيحة. بدل ما يقفوا ورا الولاد ويقولوا لا وتعوضوا ولسه 5 ماتشات وربنا يوفقكم، لا شتيمة وقلة أدب وأمير هو مش عايز يرجع، قال لا مش هرجع وما شتمش. هتشوفوا فيديو هينزل دلوقتي على الفيسبوك. أمير مكمل يا سيادة المستشار؟ مش عايز. كابتن أسامة نبيه في كلام ان هو كابتن أسامة نبيه شبه ده حصل. يا عم رد حضرتك ايه على دفاع السيد النهارده؟ احنا فضيحه يا جماعه. بتلعب فضيحه. حصل النهارده فضيحه كده، مفيش قرار. يعني هي بلطجه يعني من الدفاع كده. مين بقى اللي عمل ده ما اعرفش. انا بقى علمت قال له مفيش قرار. عرفت بقى احنا في فيلم هزلي اللي بيدفع الثمن عشان بقى الولاد ما يكفيش كده. ده بقى اللي شفته النهارده. سيادتك دايما بتحذر من اللي بيحصل. حضرتك بتحذر دايما من الكارثه اللي بتحصل لو لا. يا باشا بص ايه رسالة حضرتك يا رئيس اتحاد الكورة؟ ايه رسالة حضرتك لاتحاد الكورة؟ رسالة حضرتك لاتحاد الكورة. شكرا على كل الدعم اللي انتم بتعملوه للنادي الاهلي. شكرا على كل اللي انتم بتعرفوا لنا الزمالك. شايف ان في تعند واضح. يا ابني الجلسه اللي فاتت قال في قرار بالمره. الجلسه دي قال ايه؟ مفيش قرار.
مفيش قرار، وشكله كان قدام المحكمه ايه قد كده ما شفتوش. خلاص. ايوه انا بقول عشان كده ساعات ردك عليهم. رد عليهم في فرق بين الهزار واللعب بالنار. اللي حصل ده لعب بالنار، لان في النادي الزمالك مش ممكن انا ممكن امشي النهارده امشي بكره، لا الزمالك جميل الملايين وجمهوره الحقيقي مش العيال متأجرة عشان تشتم كده لها. بس ان شاء الله مش ناقصه لعب بالنار. تمام. انا في انتظار قيد اللاعبين الثلاثه قبل يوم كام الحكم؟ 19/2. انا بتمنى النهارده كده يأيدوهم ودار مداخلك ايه؟ شهر. طب ايه تعليق حضرتك على دفع الدفاع اتحاد الكوره بعدم اختصاص المحكمه واختصاص المحكمه دلوقتي ان هو يلزمهم ثانيه واحده، اتحاد الكوره في القضيه ولا بره القضيه؟ لا في القضيه. في القضيه. لا هو قال لك انا بره القضيه. ما هو في ايوه ما هو بره القضيه ما حدش يسمعه. بتهمني جوه القضيه، يعني انت دلوقتي جوه المحكمه ولا بره المحكمه؟ جوه. دلوقتي انت فين؟ بره. بره. ما تقولش بس المحكمه لانك انت بره مش جوه. مش كده؟ ما انت حضرتك مختصم اتحاد الكوره، فهو ازاي بقى بيقول علشان يتنفذ الحكم في مواجهه. انما الخصم الرئيسي وزير الشباب والرياضه لانه تقاعس عن اداء دوره، ودي المره الثالثه. لما اتعزلت اول مره من اللجنه الاولمبيه وتعزلت ثاني مره بعت له قلت له طبقا الماده 1 من قانون الرياضه انت مسؤول عن الهيئات الرياضيه الاربعه اللي هي اتحادات، انديه، جمعيه، اولمبيه، تطبيق القوانين والنظام. تمام؟ ده الوزير، ده القانون بيقول كده. هل الوزير لما اتحاد الكوره رفض قيد الولاد بدون سبب بدون سبب خلاص المفروض هو بيطبق يقول لاتحاد الكوره عندك قانون بكده لا، عندك لائحه بكده لا. طب اللائحه بتقول لك ما دام قبل 31/12 الساعه 12 بالظبط تم تسجيل لعيبه على السيستم وانت فاتح له السيستم يبقى الراجل ده جاي في الميعاد وفتح له السيستم. انت ليه مش عايز تدوس على الزرار؟ وشفنا الفيديو. طب الخطاب يا سياده المستشار اللي تم رفقته برضه في الدعوه. الخطاب يا سياده المستشار اللي اتبعت من اتحاد الكره لنادي الزمالك حضرتك ان هم اختاروك بالمبلغ المفروض. هو انت بتفهم ما تفهمش؟ مش هو قال الجلسه اللي فاتت هجيبه؟ جاب حاجه النهارده؟ لا. ليه بقى بسلف حاجه؟ المحكمه كمان طلبت انه احنا ما عرفناش ان دار ده يومين خلال ادي واحد. اثنين تمام. اللي قلقان على القيد الافريقي بمجرد ما يدوسوا احنا حاجزين الولاد برضو في القيد الافريقي. يعني اللعيبه برضو متسجله ما هي لو تم تسجيلها هيتسجل في كل الاتحادات. هو بس كان زي ما قلت لحضرتك كان ناقص بس تكه زرار زي ما حضرتك قلت بالظبط عشان الايديات تطلع. طيب ده تفسير كمان انت ده اللي ذكرته عليك في الدعوه، قلت ان ده تعنت شخصي. وفي الفيديو ذكرت كده. عليه حضرتك على كابتن حسين لبيب. مين حسين لبيب؟ رئيس اللجنه السابقه قبل انتخابات نادي الزمالك. مين حسين لبيب؟ مين الواد ده؟ قول لي كده ثاني. عدوته مشطوبه مش عضويه في النادي. مين ده؟ ثاني قول لي مين؟ لا ثاني. عضويته مشطوبه. مين هو اصلا؟ اقول لك ده مين بقى؟ حته لاعب كان بيلعب كره يد. جابوه اللجنه مش كده؟ انت بتسمع حاجه عن اللي هو عماد؟ لا. رئيس لجنه. طيب بتسمع حاجه عن الاستاذ مرسي عطا الله؟ رئيس لجنه. الدكتور محمد عامر كان رئيس كل دول وسائل اللجان. تسمع حاجه منهم؟ ده عيل تعبان في دماغه. يا ريس حضرتك بتقول ان ده تعنت من اتحاد الكوره. مين اللي شفت حضرتك صح؟ في اشخاص معينه يا سياده المستشار، في اشخاص معينه. يلا يا باشا بعد اذنك. يلا يا باشا. بعد اذنك يا باشا. طبعا زي ما حضرتك بعد اذنك وسمعت تفاصيل. ولا حسين لو انت راجل كنت نزلت انتخابات المره اللي فاتت. تمام؟ بس انت ما نزلتش ومستنيك الانتخابات دي ان شاء الله عايش كده العمر. هو مش انت برضه حسين لبيب اللي محمد مصطفى محمد وحسين اسمه ايه ده فيصل واسامه فيصل ثانيه واحده وابن شرقي كان عندك ايامها هو وساسي مش انت برضه حسين اللي انا رجعت لقيتك عامل شريط يناديك كان في عقود ما اسمعش صوتك يالا تاني. كان في عقود كتيره تم تعديلها. رساله توجهها له. رساله حضرتك هو امام عاشور ده مشي ليه؟ عشان العقد الجديد بتاعه الجديد اللي بعده يقعد 4 سنين. اولا امام عاشور كان بيلعب العقد القديم بقى 4 سنين تمام؟ يعني فاضل 6 اشهر يمشي. العقد الجديد اساله ابراهيم بقه. اسمه ابراهيم بقه ولا اسمه ابراهيم عبد الله؟ اسالوه فين؟ اللي خد عقد الواد مصطفى محمد
وقال لك انا حطيته في العربيه وشايله في البيت، اصل دي امانه. تمام. وغيره وغيره ضرايب، كان جيت لقيته 197 مليون جنيه ضرايب وخرب الفريق. يقول لك اصل انا خدت دوري وكاس مش عارف ايه. لا انت طلعت اعترفت دول بتوع مرتضى منصور. دي اللعيبه اللي كنت جايبها سبتها لك، يا راجل ده مدرب السله خدوه منك. خد بالك. لا مش عندنا. اتفضل. طب كمل. رسالة حضرتك لمشجعين نادي الزمالك. نادي الزمالك خلال الفتره الاخيره المشجعين المحترمين، الجمهور الحقيقي، وخليك ورا فريقك. وهتكسب وتتعادل وهتخسر وتعمل. يا ابني انت انا واخد 14 تعليق حضرتك على تذبذب. طب والالتراس حضرتك، هو احد تعليقات الالتراس اللي نزلها على صفحته، البوست اللي نزله على صفحته، ايه تعليق حضرتك عليه؟ مين الالتراس؟ اللي هو حضرتك كنت قدمت. جماعه ارهابيه هي محرمه بحكم اقسم بالله. بص اقسم بالله هم دلوقتي هيضروا الجمهور المحترم، لان ممكن مجلس الاداره يطلع قرار ما فيش جمهور، شكرا يلا البس. فالجمهور المحترم اللي هو ما عجبوش قله الادب الماتش اللي فات وهيهتف ضدهم، اللي بتعملوه ده مش هيحرك شعر من دماغ. واللي عايز ينزل الانتخابات، انا قبل كده قلت لهم انا هعمل انتخابات مبكره بالنسبه لي قدام وانزلوا كلكم، بس ليا طلب واحد. اتفضل. لو سقطتوا كسبتكم رهان خلاص تمشي في الشارع عريانين. انت بتقول لكل اللي عايز ينزل تعليق حضرتك على ان الاهلي حصل على المركز الرابع في كاس العالم للانديه، وكنت حضرتك بتتمنى ان هو يفوز على ريال مدريد يعني. لا ماليش دعوه بالاهلي. فيريرا مكمل بغض النظر عن النتائج يا اخر يعني رسالة تشجيعية للاعبين نادي الزمالك يا ريس. حاجه تقولها تختم بيها سيادة. ينفع نتكلم؟ بقول بحذر اي عيل الشيطان هيلعب في انه يقرب من بوابه النادي بس، لان دي دوله فيها شرطه وفيها جيش وفيها وزير الداخليه محترم. رسالة تشجيعية يا ريس للاعبين نادي الزمالك. رسالة تشجيعية للاعبين نادي الزمالك. يتحمل السيدات الفاضلات اللي جوه النادي اللي يضربوهم بالشباشب. كلمة للعيبة يا ريس، كلمة للعيبة، كلمة تشجيعية للعيبة علشان الماتش اللي جاي. بالذات اللي هم السبعه اللي بتقول حضرتك مصابين، يعني اكيد هتتمنى لهم. الثلاثه دول لو انضموا هيفرقوا. مكمل يا ريس. يلا ما حاولتش حضرتك ان انت تقنع امير وتقول له كمل؟ لسه اطلع له كل سامع. الف سلامه على سيادتك. ألف سلامة عليكم.